رجعنا لحضراتكم مشاهدينا. فقرتنا دلوقتي فقرة ستات ورجالة بيعانوا منها، لأننا بنتكلم عن المفاهيم الخاطئة ما بين الاتنين. حاجات كتيرة للأسف العادات والتقاليد والعرف سائد إنها يعني هو ساهم إنها تكون سائدة ما بيننا بشكل كبير، ويمكن دي من الحاجات اللي بقت بتضايق الراجل وبتضايق كمان الست، لأنها بقت مسلمات وهي ملهاش علاقة بأي حاجة من الصحة أو من الصواب. خلينا نعرف مع بعض إيه هي المفاهيم دي، وخلينا نشوف لو إحنا حابين نواجهها بدون ما نلاقي انتقادات جامده جدا من الطرف الاخر او حتى من المجتمع المحيط، ده ممكن يتم ازاي من خلال ضيفنا الكريم. منورنا دكتور خالد عبد العزيز عياد، الكاتب الصحفي والمفكر. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. منورنا يا دكتور. ده نورك. خلينا الاول نقول كده، يعني لو هنتكلم عن المفاهيم الخاطئه، ويمكن واحنا بندردش كده قبل الهوا حضرتك بتقول لي زي كده الست لما تيجي بتبقى بتساهم مع الراجل وهي لسه مخطوبه انها تاسس عش الزوجيه. انا عايزه ارجع، وطبعا ده في الدين مش صح، المفترض ان الراجل هو اللي يعمل كل حاجه، احنا هنتناوله. بس انا عايزه اعرف من حضرتك بدا من امتى يحصل التغير الكبير ده في المفاهيم الخاطئه؟ بص حضرتك، هي نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها البلاد، يعني في المجتمعات البدويه بيبقى خلاص هو الراجل اللي بيدفع مهر لابو العروسه، نظير انه بيتزوجها او بتقبل الزواج منه، وهو والد العروسه بيقبل انها يزوجها من هذا الشخص، وده بيبقى كرم من والد العروسه وفخر للعريس، وكان بيجهز لها عرس زوجيه، كانت خيمه وكده. فلما طموحات الانسان يعني كبرت ومبقتش متناسبه بين امكانياته، يعني بقت الطموحات اكبر من الامكانيات، فلجأوا الناس الى ان احنا خلاص يا جماعه عايزين ايه، نجوز الواد ونجوز البنت، فنتساهل، انت عليك كذا وانت عليك كذا. مع مرور الوقت اصبح ده فرض يجي مثلا حتى في الاوساط الغنيه على فكره. ايوه في كل حته. يعني مثلا ده بقى فرض مجتمعي والتصق بالدين خطأ. ده حقيقي ده حقيقي. فقالوا لا، ده الزوجه عليها كيت وكيت وكيت، والقطن مش عارف على الزوجه والعريس. مع سلو بلدنا كده. هو ده سلو بلدنا وده الدين كده. حتى انا سالت شيخ، يعني الكلمه الغريبه اللي دايما اسمعها، انا سالت شيخ ايه الشيخ ده بيقول ايه؟ لا ده هو يا حبيبي انت راجع جاي تتجوز، والد العروسه هيساعدك، لازم تبقى عارف ان هو بيساعدك مش فرض عليه. تمام. ساعدك او ما ساعدكش، انت اللي بتتاسس الزوجيه من الالف للياء. ما هي الناس فهمت التساهل غلط، يعني لما يقول لك سهلوا في الزواج وما تبقاش بتطلبوا طلبات كتيره من العريس، الناس للاسف فهمت الكلمه دي غلط، فهمت ان هي لا، الراجل يشارك زيه زي الست في اتمام الزيجه. لا طبعا، وده طبعا مش صح. هو الراجل هو اللي يشيل حتى شنطه هدومها تفضل عند ابوها عشان لما تروح لوالدها، يعني هو المتكفل بيها تماما. ده الشرع اللي بيقول كده. طب احنا الشرع قال كده واحنا الظروف الاقتصاديه اوكي بنتساهل، بس لازم يكون عندك علم وتبقى اوير ان ده مش فرض على والد العروسه، ده هو متكرما منه انه بيساعدك، لازم تبقى فاهم انه بيساعدك ولازم تشكره على هذا الاساس. طبعا في حاجات كتير اتفهمت غلط واتلصقت بالدين، ده الدين بتاعنا. ما هو الغريب بقى يا دكتور، يعني حضرتك يمكن بدأنا بالمفهوم الخاطئ ده ونلاقي المفاهيم الخاطئه. انا برضو عايزه اعرف من حضرتك اغلبها خاصه بالراجل ولا الست؟ لان نبص نلاقي بعد الجواز الراجل بقى، انا الراجل تسمعي كلامي قبل ما تعملي حاجه تقولي طب ما انت كنت فين اول ما جت تاسس الزوجيه، خلتني اسس معاك ليه؟ يعني بقت في مفاهيم بتتاخد اللي هو انا ما اخدهاش كلها على بعضها، اخد الحته اللي تريحني مثلا او اللي هي ليها علاقه بيا انا، ولكن ما اعملش حاجه تبقى صعبه عليا. لا ده الموضوع تعدى اكتر من كده حضرتك. يعني دلوقتي انا مثلا انا راجل، طب انت ما كنتش ليه؟ والشرع بيقول كده، طب ليه الشرع ما بيقول ان انا اخدها كلها على بعضها واجهزها؟ طب ليه ما نفذتش الشرع في الحته ديت؟ احنا تساهلنا معاك، طب بعدين ما تخرجيش غير باذني. وبعدين لما يجي مثلا يمد ايده عليها، وبتحصل كتير قوي جدا، يقول لك ده موجوده في القران واضربوهن. يا عم الموضوع مش كده خالص. يقول لك لا ده انا طبعا عشان انا بصرف عليها، ده على اساس انها كانت عند والدها ما بتاكلش وكان حاطط على بطنها حجر في الصحراء، يعني هي مش فاهمه تصرف عليها ايه. قال لك انتوا فهمتوا الموضوع غلط يا جماعه. هي موضوع واضربوهن ديت زي بالظبط تنكح المراه لمالها الحسبيه في وزاره الدين، يعني في اوبشن. انما اضربوهن دي في بعض الستات، يعني في علم النفس بيقول شخصيه ماسوسيه اللي هي دايما تتلذذ بالتعذيب، بتعذيب الاخرين ليها. ودي على فكره رينج كبير قوي، يعني من بدايه من الواحد لما يبقى حزين ويروح يطلب اغنيه حزينه او يحكي له حاجه حزينه فيعيط، ده ماسوسي.
ده بيبقى ده اعتقد راجع للتربيه يا دكتور. طبعا راجع للتربيه وراجع للثقافه وراجع لحاجات كتير جدا، وراجع انه اتألم قد ايه في حياته، وراجع ان هو كومبليكيتد وكان عنده عقده. مش عايزين نخش في الجزئيه دي. انما الشخصيه الماسوسيه في ستات فعلا دايما تقول تدعي على جوزها، ده راجل كذا وده راجل كذا وده راجل كذا، انما مجرد ما بيمد ايده عليها بترتاح جدا. ايوه هي بتبحث عن هذا، ده نوع يا جماعه، هي نوع بتبقى عايزه على طول تبقى دور الضحيه والغلبانه والناس كلها معلش. بالظبط، ده نوع لا يمكن القياس عليه. فبقول لك اضربهن او عظهن، الا ما كانش جه في الايه الثانيه قال لك هاتوا حكم من اهلها وحكم ده واقعدوا، ما خلاص اضربهن وخلصت. تمام خلاص اتربت. فالراجل فهم ان هو اشتراها، ان انا بقى باكلها، ده واجب عليك يا حبيبي، انت قائم على خدمتها. انا جايب هذه العروسه قائم بجهز لها عش زوجيه اللي تطلع عليه. هو الصعب كمان يا دكتور في المفاهيم الخاطئه اللي ما بين الراجل والست ان هو بيبقى ليها تبرير. يعني بنيجي نبص نلاقي مثلا لو انت قلت للرجل انت تحمل الزيجه كامله، فممكن يروح مبرر لك ده، يقول لك ما هو اصل انا وافقت ان انتوا تشاركوا معايا والا الجوازه ما كانتش هتتم. يعني في بعض التبريرات اللي كل فرد بيعملها لنفسه عشان يبقى مريح ضميره، وبيبقى مدي لنفسه حق مكتسب ان ده واجب عليه. يعني حتى لما الزوجه بتشتغل وتبدا تحط فلوس في البيت، يقول لها عشان انت سبتيني وسبتي الولاد فانت لازم عليكي انك تحطي. يعني دي من ضمن المفاهيم الخاطئه اللي يمكن بتبقى موجوده في المجتمع ده كله. يعني عايزه اعرف بداياته كانت ازاي، او ساهمت ازاي الظروف الحياتيه انها تبقى موجود، والست فين دورها في ده، ان هي ليه ما حاربتش المفاهيم دي؟ الست اولا بتتعلم بودانها. يعني معظم الستات بتسمع، وسمعت وهي صغيره مفاهيم خاطئه. هذه المفاهيم والعرف الخاطئ والتقاليد الخاطئه سمعتها من رجال دين، فاعتبرت ان هذا دين. اعتبرت ان هذا دين، وبعض رجال الدين بتفتي طبقا للبيئه اللي خرجت منها، مش بتفتي طبقا لمفهوم الصحيح للدين. للاسف يعني ده معظم. هي خدت ودانها وبعدين تعايشت على هذا، تأقلمت على هذا المفهوم، فاصبح بالنسبه لها مفاهيم راسخه. ابتدت تنقلها لابنها، علمته معنى الرجوله غلط، فطلع الراجل فاهم ان الرجوله غلط، فاهم انه هو يعني مثلا لو ست مثلا مشتركه مثلا في نادي من النوادي الضخمه ومعاها فلوس، اعتبر خطأ ان هي وفلوسها وفلوس اهلها ملكه. هو كده. انما الست لازمه ماليه، ما تسالهاش يا حبيبي قبضت كام، صرفت كام، عملت كام، مش من حقك، انت فاهم الرجوله خطأ. وهذا الرجل اللي فاهم الرجوله غلط، اذا كان بيرد يقول ما هي بتستقطع وقت من البيت وبتروح تشتغل، لا خالص، من حقها. اصل من حقها، انت متجوز دكتوره، يعني ايه انت مش، لا هو انت واخدها عارف انها بتشتغل، حبيب قلبي، يعني انت عايزه لا لازم تقولي له كده يا ابني انت فاهم الرجوله غلط. هي مش بتستقطع من الوقت، هي مش خدامه عندك. هي اذا كانت بتغسل هدوم ولا بتعمل ده، هي حابه المطبخ وحابه ده ومش عايز حد يشاركها، هي نقت الدور بتاعها، انها مش خدامه عندك. للاسف ما تقولش انها استقطعت، لا، زي ما انت بتروح تشتغل هي بتشتغل. لو لقيت المواعين كده لا اغسلها، لان ده مش واجب عليها، ده واجب برضو عليها. لا هي بيبقى الكلام يا دكتور انها ممكن تبقى راجعه من الشغل مرهقه، مش فايقه، مش قادره انها، يعني هو لا عايز يرجع البيت يلاقي مراته في ابها صوره قاعده مستنياه، ممكن تبقى هي بتيجي بعديه. بيبقى الكلام بعيدا كمان عن فكره المواعين والطبيخ، داخل في الحاله النفسيه للست لو نزلت تشتغل. بص حضرتك، هو كل راجل في الدنيا دايما ليه مخيله عن الست. في الاول بيبقى اشباع ومبهور بمراته، بعد كده هذا الانبهار بيبرد، بيبتدي متخيل ان الست لازم تكون نانسي عجرم في البيت. ما يعرفش ان نانسي دي برضو في بيتها مش بتحط ميك اب يعني. واخده بال حضرتك؟ فهو دايما يعني هو الكامل، هو يعني النواقص في غيره مش فيه هو. طب خلينا نتكلم برضه عن المفاهيم الخاطئه بقى اللي الست بتحسها تجاه الراجل. ايه اشهرها؟ والله الست المصريه مظلومه، يعني لو جينا على الست المصريه هي بتتاقلم على اي حاله، على اي حال من الاحوال. وبعدين على فكره هي اللي بتربي الراجل. يعني مثلا في الصعيد الجواني، لو لقيتي مثلا الراجل مثلا بنته جاي، فهو اللي بيقابل الناس، هو اللي بيعمل، هو اللي بيسوي، انما استحاله يدي كلمه غير لما يخش الاوضه جوه ياخد الاشاره من الست. هو قصاد الناس انا الراجل ودي البنت ملهاش كلمه وانت كذا كذا كذا، انما بترجع الحاله طبيعيه تاني. انه ما بيقدرش ياخد الكلمه غير لما بيبقى التصور، وهو ده الطبيعي على فكره. يعني على فكره في بعض المجتمعات، يعني مثلا ايه، بعض المجتمعات ما بتعلمش بناتها، فيقول لك لا ما تذكرش اسم البنت، اسم البنت عوره. طب انت جبته منين؟ ده هو الدين كده. امال لما ستنا خديجه وستنا عائشه دول كانوا ايه؟ ما لو كان اسم البنت عوره
ما ده حقيقي. انت فاهمه ده حضرتك؟ حقيقي. ففي مفاهيم ونلاقي الست هي كمان بتردد ده، وبتردد ده انام فلان. بالظبط. انا لو بعدين ده انا حقيقي. انام مثلا منى لو هي مخلفه بنت، مجرد ما تجيبي الواد خلاص منى دي اتلغت، بقت ام طب احمد. كويس ان حضرتك برضو اتكلمت في موضوع الولد، لان دي يمكن من المفاهيم الخاطئه اللي عند الستات، انها بتعتقد عشان تربط الزوج جنبها انها تجيب ذريه كتير، او انها تضمن على الاقل انها تجيب الولد علشان ما يسيبهاش. يعني دي من المفاهيم للاسف برضو الخاطئه عند كتير من الستات، هي بتبقى حتى منغصه حياتها ان انا ما جبتش الولد، او ان انا لا ده انا لازم اخلف علشان ما يبصش لواحده غيري. ايه راي حضرتك برضو في والله هي مش الست، هو برضو الراجل. ازاي بس؟ هي ده لا ممكن يبقى بيقول ما انا لها هقول هي جت لا. ازاي. هي جت ازاي؟ هي جت ربت ابنها على هذا الاساس، ان الراجل نظف، اسقط في اختك، حتى اختك الكبيره، اعمل كذا، روح هات اختك مش عارف ايه، روح اعمل كذا. فهو اعتقد ان هو الراجل وكل الستات دي نواقص. فلما جه يتجوز عايز برضو الولد، لان البنت دي ما لهاش اي قيمه في الحياه. لا بس في ستات هي بحالها كده بشخصيتها اتربت على كده، معتقده كده. اتربت على كده ان انا اخلف ذريه كتير. وعلى فكره هي بتخلف ذريه كتير بموافقه الزوج، مش بموافقتها هي. يعني هي دايما عارفه ان جوزها عايزين يجيبوا عيال كتير، بغض النظر بقى حالتهم الاقتصاديه ايه. طيب انا عايزه اعرف بقى من حضرتك، يعني احنا يمكن اشرنا لبعض النماذج من المفاهيم الغلط اللي للاسف ممكن تكون منتشره في مجتمعنا، منها مثلا ثقافه الاعتذار برضو افتكرتها. يعني في بعض الرجال تقول لك انا ما اعتذرش، هي اللي تعتذر. لا، بيبقوا معتقدين ان الاعتذار ده تقليل من الرجوله. خلينا نقول، هل يا ترى نتيجته بتنعكس ازاي على الحياه الزوجيه؟ هل الدنيا بتبقى ماشيه، ولا دي من ضمن الاسباب اللي هي برضو ادت بينا ان ما يبقاش في بركه في بيوتنا؟ والله بصي، لو كل ما الانسان عقله تفتح، يعني انا النهارده بكلمك على امور انا احتمال مثلا من 5-6 سنين او من 10 سنين او ليا بدايات كنت بعمل بعض الاخطاء. بس كل الواحد بيثقف نفسه وبيكبر، المفاهيم بتتغير والوضع بيتغير طبيعي. فانا بقول للناس لازم يا جماعه ولادكم تربوهم يعني ايه معنى الرجوله. ما هو يجيبوا المعنى ده من فين بقى؟ من الحياه العامه. لانه انت النهارده ما هي الحياه العامه مليئه بالعادات والتقاليد المتوارثينها اللي لسه احنا بنتكلم عنها. ما انا بقول لحضرتك لازم تتغير. انما هي في ناس بتخشى حتى تبوح بآرائها عشان ما تقابلش بالانتقاد. في ناس كده، يعني مثلا ايه، ويبقى ايه يقول لك والله ومش عارف ايه وحاجات كده، وهو بيعمل عكس كده. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. يعني لما انا بقول لحضرتك المفاهيم دي موجوده في حياتنا الزوجيه، لو النهارده الزوجه جت وقفت واعترضت وقالت لا انا مش من حقك ان انا احط حاجه في البيت، او مش من حقك ان انت تقول لي انا مش هعتذر لك، هتحصل ثوره. وثوره للاسف مش بس من الشخص اللي هي مرتبطه بيه، لا ممكن يبقى من اهلها كمان، لان هي خلاص بقى مفهوم وسائد. والله بص، هي لازم تعمل ده. وبعد كده فيها هيحصل ثوره، والثوره دي هترجع لوضعها الطبيعي. وبعدين هو في احنا مش عايزين نساهم برضه نحصل ثورات في لا، ما احنا مش عايزين نساهم برضه. خلينا نقول الموضوع يجي ازاي بشكل عقلاني ومنطقي. يعني عقلاني. لو نفرض مثلا لو الزوج والزوجه عقلانيه مش هيبقى مشاكل. حتى لو بيقولوا مفاهيم وهيمارسوا مفاهيم اخرى. تمام. حتى لو انا الراجل وانا الست، بس هتلاقي الوضع الطبيعي الصح. هو غير العقلاني يبقى عنده ضمير وعندها ضمير، لان احيانا ممكن يبقى الشخص عقلاني لكن طبيعه الانسان بيحب اللي يريحه، او بيحب اللي يبقى ضامن فيه مصلحته. زي ما قلتي بالظبط، لان الضمائر وجهات نظر. ايوه. انا ضميري غير ضميرك، الضمائر وجهات نظر وكلها افق ترقبيه مختلفه. ده حقيقي. انما هي لازم المجتمع كله يتغير. يعني النهارده لما الانسان يجي يعيش في اوروبا، ليه دماغه بتتغير؟ لانه شايف فعلا هو ده الحل الصح لاقامه مجتمعات. اول ما بيجي هنا يقول لك والله بس احنا عندنا دين اكتر منهم. بالعكس، ده هم عندهم دين اكتر منك. لان الدين بتاعتك بيحس على النظافه، بيحس على احترام الرجل للست، والست احترامها للراجل. كله في حاجات كتير قوي انت ما بتعملهاش. انت فاهم ان الحياه غلط، وبالتالي فهمت الدين غلط، ونظمت الاثنين على بعض، واعتبرت ده عقيده، وهي عقيده خاطئه انت بتعيش بيها. لذلك كل حياتنا متلخبطه بسبب فهمنا الخاطئ. ده حتى التزين، يعني انا يمكن برضه حابه اتكلم، يعني افتكرت التزين دايما يطلبوا من المراه انها تتزين لزوجها، لكن مطلوب ان الرجل ايضا يتزين لزوجته طبعا. لكن برضو بسبب المفاهيم الخاطئه يقول لك انا راجل، انا مش مهم شكلي، المهم انا بصرف ازاي، الراجل باللي في جيبه. يعني في بعض الامثال حتى الشعبيه اللي بتساهم وبترسخ للمفاهيم الغلط. الراجل اللي في جيبه. وبعدين انا بدل بنفق عليكي، انت ما تروحيش لما تحب تروحي لوالدك استاذني مني. وطاعه الزوج يا سيدي ماشي. طيب يعني ايه طاعه الزوج؟ انت مش كده جاري يا حبيبي.
يا حبيبي دي بنت ناس اتربت في مدارس لغات، ابوها صرف عليها، دي بنت ناس. انت فاهم؟ فانت واخد حاجه تحافظ عليها، مش انا مش مديها لك عبده. تمام. وكمان ده انا اديتك عليها فلوس، يعني انا مديك عليها فلوس عشان العرف بيقول كده والشرع بيقول لا انت المفروض تبقى مكفل بيها. يرجع بعد كده ما تروحيش لابوكي. طب لو كانت هي ليها طاعه، لو وجب ان الست ليها طاعه لحد، يبقى طاعه لابوها اللي رباها، مش طاعه لزوجها. تمام. لان هو الاولى اللي رباها وهو اللي كبرها ان وهو اللي الاحسان عملها. الى الوالدين بتيجي في المرتبه الثانيه بعد عباده ربنا، فبالمنطق يعني. لا، العباده شيء بس الاحسان والطاعه شيء تاني. بالظبط. والاحترام شيء تاني. ده حقيقي. انما بالنسبه النهارده للزوج. ايه؟ بالنسبه للزوج. لا، الزوج في احترام، مفيش طاعه. مفيش حاجه اسمها طاعه زوجتي تطيعني، لا الا ما كنتش اناقشها بقى ويكون امر صوره. طب ما الرسول كان بيناقش السيده خديجه، ليه ما طاعتوش؟ وقالت له لا انا هطيعك، انا ماليش دعوه، اللي انت عايزه انا هعمله. طب خلينا برضو نتفق مع بعض، ومن خلال فقرتنا النهارده واي حد بيتابعنا النهارده، لو احنا عايزين نغير المفاهيم الخاطئه، طبعا الصح ان احنا نبقى صراحه وعلى وضوح من البدايه خالص طبعا. واحنا لسه مخطوبين. بالتاكيد دي امرها سهل، لكن لو احنا مرتبطين وفي حياه اسريه وحد فيهم معترض على المفاهيم السائده والطرف الاخر هو لا مؤمن بيها ومريحاه، الحل ايه؟ هيحصل كذب لذيذ. ان انا برضيك، انما اللي انا في دماغي هعمله، وده اللي بيحصل كل ستات مصر. ان انا هرضيك، انت الراجل يا اخويا، وانت اللي مش عارف ايه، وانت ايه، وانت اللي كلمتك. انما في الاخر بتجيبه كده وتعالى وايه رايك لو تعمل كذا كذا كذا، بالبلدي كده بتضحك عليه، واللي في دماغها بتعمله. هتعمل ايه؟ انا افتكرت ان حضرتك هتقولي كمان في تربيتها لاولادها، يعني الست اللي هي معتقده او مقتنعه بان المفاهيم دي غلط، انها تبدا ترسخ ده في الجيل اللي طالع، لان للاسف احنا بنلاقي ان الست اللي بتشتكي من المفاهيم دي بتربي ولادها على نفس المفاهيم. مش هتعرف. بص حضرتك، الولاد ناشئين في قطبين، قطب سالب اللي هو الست، وقطب موجب. مش سالب لانها قليل منه، لان الاثنين مع بعض بينوروا، بيدوا نور. النور ده بينقلوه لاولادهم. لو الاثنين سوالب او موجب وموجب، او واحده محايده لا هي سالب ولا موجب، النور مش هينور. فاذا الثقافه دي ما بتنتقلش للاولاد. لازم اب متفاهم جدا، وام متفهمه جدا، ام عارفه نواقص جوزها، واب بيتنازل عن يعني حاجات صغيره في زوجته، يقوم الاولاد يتفهموا الثقافه دي فيطلعوا يغيروا. انما سياسه الضحك وان احنا نضحك على بعض، ان انا خلاص يا اخويا انت الراجل وانا هعمل اللي انا في دماغي، وانا حاسس ان انا مضحك عليك. الولاد شايفين الولاد شايفين موضوع تاني، ان ده الراجل وده الست وده كذا، وهو ده الدين وهو ده الدنيا. اللي ما وراء الستار هم مش لامسينه ومش فاهمينه، ادراكهم ما يجيبهاش، مش فاهمينه. وبعدين في الاخر بتقرا حاجات، يجي مثلا يقول لك ايه، تقرا حاجات وتفسيرات معينه، يقول لك لا انت ما تقدرش تفهمها، ده هيجي عصر يا عم ما يقدرش افهمها ازاي من 1400 سنه. النهارده الخبره التراكميه دي كلها والمعلومات التراكميه دي كلها خلتني اقدر فهما من الناس الاوائل. يا حبيبي ما تضحكش عليا. هو للاسف كمان في بعض الرجال ممكن بتبقى بيستخف شويه من عقل مراتاتهم، يجي يقول انت ايش فهمك انت، انا اللي فاهم، انا اللي عارف. فده طبعا، طب ما ده الستات دلوقتي ما شاء الله يعني بالعكس، انا عايز اقول لك على حاجه، بيقودوا وزارات ومؤسسات ده كبيره. في حاجه غير كده، في ظاهره غريبه جدا لاحظتها، تلاقي الزوج دبلوم صنايع بس فاتح ورشه جميله جدا، والزوجه دكتوره طبيبه. شايف فرق الثقافه؟ تمام. فرق الثقافه جامده. ما تقوليش ان هذا الزوج هيعلم زوجته، وان الزوجه دي هتطيع هذا الزوج، ولكن هي شايفه ان الراجل ده راجل اعمال ومعاه فلوس، وهي يا عيني دكتوره اتعلمت كانت بتشتغل وبس، خرجت لا عارفه تجيب عياده ولا عارفه تجيب كذا ولا عارفه تجيب كذا. خلينا نقول هي الموضوع مش بس درجات علميه قد ما هي برضو خبرات حياتيه وثقافه، لان ياما بنشوف دكاتره وبنشوف برضو ده حقيقي، ده حقيقي، مش يعني ده حقيقي. والخبرات الحياتيه برضو هي بقى بتنزل بقى. فللاسف محتاجين ان احنا نهتم، هرجع اقول بالتعليم وبالقرايه، لان ده ليه دور كبير جدا في تغيير المفاهيم الخاطئه. دكتور خالد عبد العزيز عياد، الكاتب الصحفي والمفكر، حضرتك نورتنا. الله يكرمك، شاكرين لوجود حضرتك معانا النهارده. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فاصل سريع ونرجع مع رنا، خليكم معانا.